زرقان في أفضل أحواله وينتظر التفاتة بيتكوفيتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تابع الدولي الجزائري آدم زرقان سلسلة مشاركاته وانتصاراته مع نادي يونيون سان جيلواز، مؤكدا تواجده في أفضل أحواله. وشارك صاحب 25 عاما طيلة أطوار المواجهة التي عاد خلالها ناديه بلزاد كاملا من تنقله إلى راسين غيغينغ مساء الأحد. وحقق سان جيلواز فوزا جديدا عزز من خلاله تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري البلجيكي بامتلاكه 20 نقطة. وحجز زرقان مكانة أساسية مع بطل بلجيكا، حيث احتاج لوقت قصير من أجل فرض نفسه. وشارك النجم شارلوروا السابق أساسيا في 8 مباريات متتالية، بينها المباراة الأوروبية ضد ايندهوفن الهولندي. ويأمل نجم سان جيلواز الجديد أن تشفع له مستوياته الحالية للعودة مجددا إلى المنتخب الوطني بعدما استبعد مؤخرا لخيارات فنية. وبالغالي يفرض نفسه على بيتكوفيتش. يبحث الطاقم الفني للمنتخب الجزائري عن تعزيز صفوف الخضر بلاعبين جدد قادرين على تقديم الإضافة المرجوة استعدادا للتحديات القادمة، على رأسها المباراتين المتبقيتين في تصفيات كأس العالم ثم كأس أفريقيا. وتوجد العديد من الأسماء ضمن رادار الناخب الوطني بيتكوفيتش، بينها اسم رفيق بالغالي المنتقل هذا الموسم إلى دوري الإيطالي وبالتحديد نادي هيلاس فيرونا الناشط في الدرجة الأولى. ويبدو بأن صاحب 23 عاما أجبر بالفعل التقني السويسري على وضع حد لتجاهله، بعدما قرر بيتكوفيتش وضع اسم النجم ميلين السابق ضمن القائمة الموسعة الخاصة بشهر أكتوبر، وهو ما أكده الصحفي المتخصص نبيل جليت. وجاء القرار على خلفية بروز اللاعب سواء في بدايته هذا الموسم في الدوري البلجيكي أو عند انتقاله لإيطاليا ونجاحه في أخذ مكانته الأساسية في ظرف قصير. وتابع بالغالي مشاركاته يوم السبت، حيث حضر في المواجهة بين ناديه وضيفه جوفنتوس ضمن فعاليات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي، أين شارك لمدة 77 دقيقة. وظهر الشاب الجزائري بمستويات جيدة ضد واحد من كبار إيطاليا، وذلك بشهادة وسائل الإعلام الإيطالية على غرار شبكة سكاي سبورت التي منحته علامة 7 نظير مردوده، وهي واحدة من أفضل العلامات في المباراة. ومع وجوده ضمن القائمة الموسعة فإن بالغالي يملك الآن حظوظا وفيرة للتواجد خلال التربص القادم في ظل تراجع مستويات يوسف عطال وكذلك كيفن قيتون، بجانب ابتعاد محمد فارسي عن أجواء المنافسة بسبب الإصابة. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.